عندي نوعين اساسيين من البيد ميكنج. ايه هما؟ عندي نوع هفرش السرير ومفيش بيشنت على السرير، وعندي نوع تاني هفرش السرير وفيه بيشنت على السرير. طب ليه التعب ده يا دكتور هفرش السرير وفيه بيشنت؟ لان في حالات بتتطرق لكده. ولنفرض مثلا في العناية المركزة لو مريض في غيبوبة، هبتدي انقل المريض ولا اخلي المريض وابتدي اعمل البيد ميكنج؟ فانا عندي نوعين اساسيين، يا اما هفرش السرير ومفيش مريض على السرير، يا اما هفرش السرير وفي مريض على السرير. طيب هنقولها بالانجلش ازاي؟ يلا نشوف مع بعض. التايبس بتاعت البيد ميكنج: occupied وانكيوبايد. occupied وانكيوبايد. occupied معناها اللفظي مشغول، unoccupied غير مشغول. فهنحطها كده في دماغنا، غير مشغول او ما هوش مشغول معناها ايه؟ ان مفيش مريض ايه؟ مفيش مريض على السرير وانا بعمل البيد ميكنج. occupied مشغول، يبقى انا عندي فيه مريض ايه؟ على السرير. طيب التايبس قلنا الاساسيين occupied وunoccupied بيد ميكنج. الunoccupied اللي احنا هناخدها النهارده بتنقسم لحاجتين: open وclosed. open وclosed. ايه الفرق ما بين open unoccupied bed making و closed unoccupied bed making؟ open هرمز لها the same patient وهنقول دلوقتي. closed معناها او هرمز لها new patient. open معناها قلنا the same patient، يعني ايه؟ ان هو نفس المريض اللي عندي لكن مثلا هيقدر يقوم وانا بفرش له السرير. closed unoccupied bed making معناها ان انا بحضر السرير لمريض جديد. يبقى الفرق ما بين open و closed: open معناها ان انا عندي مريض حرفيا موجود معايا بس هيقدر يقوم وهبتدي افرش ايه؟ السرير. لكن closed لا، انا بحضر السرير لمريض ايه؟ لمريض جديد.